ماما مع إننا في الأجازة، بس تصدقي بقى وحشتني المدرسة قوي. هما كل الأطفال كده، حتى وأنا قدكم وأنا صغيرة كنت طول الدراسة أقول يا رب الأجازة تكون طويلة، وأول ما ناخد الأجازة هقول إمتى بقى تخلص الأجازة. المدرسة وحشتني لحد بقى ما اتخرجت وكبرت بقى أهو الحمد لله، وخلصت من الدراسة، وكان نفسي كمان أرتاح من الشغل، بس للأسف مكمل معايا بقى، الشغل مش بيخلص. أصحابي وحشوني قوي يا ماما، في المدرسة كنت بشوفهم كل يوم، لكن في الأجازة مش بنشوف بعض كتير. طيب يا حبيبتي، ما تتفقوا مع بعض وتنزلوا تروحوا أي مكان، هو لازم المدرسة يعني؟ أصل مشكلتنا يا ماما إن إحنا كسولين، كل مرة نتفق أنا وزينة وإسراء إن إحنا ننزل ونتقابل، بس كل واحدة بقى مرة تبقى مش قادرة تنزل، ومرة عندنا مشوار، ومرة مش متفقين مع بعض، بتبقى لخبطة كده، وأوقات بقى ببقى حاسة إني كسلانة وعايزة أنام. هو الكسل كده بيخلينا مش عايزين نعمل حاجة خالص. لا لا، أنا هشجعك، يلا روحي كلمي صاحباتك عشان تنزلي معاهم تغيري جو برضه. عندك حق يا ماما، أما أروح أتصل بيهم عشان أتفق معاهم. ألو، ازيك يا إسراء؟ أهلا أهلا يا رؤى، ازيك؟ وحشتيني قوي، أخبارك إيه؟ وانتي كمان وحشتيني قوي يا إسراء. الحمد لله أنا كويسة، أنا بكلمك دلوقتي عشان أقولك ننزل مع بعض، إيه رأيك؟ يا سلام يا سلام، زي كل مرة نتفق ومش بنخرج. لا لا، المرة دي بقى لازم نخرج، انتوا وحشتوني. احنا مش بنعمل حاجة غير ان احنا بنكلم بعض في التليفون وبنبعت لبعض رسايل وخلاص. خلاص يا ستي، حظك حلو، بابا وماما عندهم مشوار ومش هينفع اروح معاهم، فكانوا بيسألوني بقى هخرج ولا هقعد في البيت. طيب كويس قوي، قولي لهم ان انتي هتخرجي. خلاص اتفقنا، هقول لهم ان انا هنزل معاكي، بس بلاش بقى ترجعي في كلامك عشان احنا كل مرة بنتفق والخروجة بتبوظ. لا مش هتبوظ المرة دي، انا هكلم زينة عشان اتفق معاها. طيب يا ريت هي بقى ما تكسلش وتعتذر عن الخروج وتقول مش خارجة معاكم. لا لا طبعا، ازاي؟ لو قالت مش موافقة هنروح ناخدها من البيت. ماشي، نقبض عليها. يلا سلام، هكلمها بقى. ماشي، مع السلامة. ألو، ازيك يا زينة؟ ايه ده رؤى، هو انت لسه فاكراني؟ بقالك كتير ما كلمتنيش. ايه الفيلم الهندي ده يا بنتي؟ ما احنا كل شوية بنكلم بعض في الموبايل وبنبعت لبعض رسايل، انت بتهزري ولا ايه؟ طبعا بهزر، ما انت عارفة ان انا بحب اكبر الموضوع عشان اشوف رد فعلك ايه. ماشي ماشي، كبري الموضوع براحتك. على العموم النهاردة بقى يا زينة عايزين ننزل ونخرج، انا خلاص كلمت اسراء واتفقت معاها، وهعتبر ان انت موافقة، مش هينفع ترفضي. لا لا مش هرفض، احنا بقالنا كتير فعلا ما خرجناش، خلاص انا هتشجع واكون جاهزة من دلوقتي. لا يا بنتي، من دلوقتي ايه؟ احنا نتقابل الساعة 5 عند المول. طيب خلاص، يلا باي باي، مع السلامة. أصحابي الحلوين عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا انزلوا حالا تحت الفيديو اعملوا لايك، واللي مش مشترك يشترك في القناة، اكتبوا لي كومنت حلو وقولوا لي رأيكم في الفيديو. يلا حالا اعملوا لايك، بحبكم يا أحلى اخوات في الدنيا. خلاص يا ماما، اتفقت معاهم إن احنا هنخرج. ماشي يا رؤى، ممكن بقى يا حبيبتي أطلب منك طلب؟ اعملي لنا كوبايتين عصير نشربهم واحنا بنتفرج على التلفزيون. حاضر يا ماما، أحلى كوباية عصير لأحلى ماما. عارفة الكلمتين الحلوين دول عشان تاخدي فلوس كويسة وانتي خارجة مع صحباتك. ماشي يا حبيبتي، هديكي اللي انتي عايزاه. يا سلام، هي دي الأم الحقيقية، قلبها دايما طيب. شكرا يا ماما. ألبس ايه ألبس ايه؟ أنا لازم ألبس أشيك حاجة عندي. هيا يا إسراء، جاهزة؟ أيوة يا رؤى جاهزة. أنا كمان جاهزة، خلاص هنزل أهو. ماشي، يلا سلام. مع السلامة. ألو، أيوة يا زينة. أيوة يا رؤى، جاهزة؟ أيوة جاهزة، هنزل أقابلكم عند المول، يلا سلام. سلام. أنا خارجة بقى يا ماما. ماشي يا حبيبتي، يلا خدي الفلوس أهي. شكرا يا ماما يا حبيبتي يا مدلعاني. باي. مع السلامة. انت أنت مين؟ سيبني سيبني. اركبي العربيه، اركبي. تاكس. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت رشيد ايه يا عمو؟ انت رشيد ايه؟ انا مش شايفة.
هو أنت مين؟ هو إحنا هنا بنعمل إيه يا إسراء؟ مين الناس دول؟ مش عارفة، سواق التاكسي خطفني وجابني هنا. وأنا كمان، الراجل خطفني في العربية وما حسيتش بنفسي غير وأنا هنا. وادي صاحبتكم التالتة جبناها لكم اهي. ادخلي يا حلوة اقعدي معاهم. إسراء، رؤى، زينة، حتى أنت كمان اتخطفتي معانا. أنا مش عارفة الناس دول مين. أنتوا مين وخطفتونا ليه؟ اسكت انت وهي، مش عايزين صوت. الزعيمة هي اللي هتقرر. زعيمة؟ زعيمة إيه؟ وإحنا مالنا ومال الزعيمة بتاعتكم دي؟ هي تعرفنا منين؟ اسكتوا بقى، مش عايزين صوت. الزعيمة لو مودها وحش هيبقى يوم صعب جدا. ايه ده؟ انتوا جبتوهم؟ برافو عليكم. اي خدمة يا زعيمة. يلا اطلعوا انتوا بره وسيبوني اتكلم معاهم. تحت امرك يا زعيمة. أنت مين؟ وعايزة مننا إيه؟ فكينا، هو أنت ما تعرفيش إحنا مين؟ إحنا أقوياء جدا ونقدر نعمل أي حاجة. أيوة، إحنا اتصرفنا مع البلطجية قبل كده وساعدنا الشرطة في القبض على ناس كتير. شفتوا بقى، عشان بقالنا فترة مش بنشتغل اتخطفنا بسهولة إزاي؟ ضحكتوني. بطلي عبط يا بنت انت وهي، واسمعوني كويس. انا مش جايباكم هنا عشان اذيكم، بس لو مش هتسمعوني انتوا كده كده ايديكم مربوطه، مش هتقدروا تعملوا اي حاجه. يعني لازم تنفذوا اللي هقول لكم عليه. استنوا بقى يا بنات، أما نسمع هي عايزة تقول إيه. إحنا فعلا كده ولا كده إيدينا مربوطة؟ عايزة تقولي إيه؟ انا عرفت ان انتوا فريق مع بعض وبتنفذوا مهمات، وتابعت المهمه الاخيره وازاي غلطتوا وحسيتوا بالذنب بتاعكم وصلحتوا غلطتكم بعد موضوع الذهب. بس تنفيذكم للمهمه عجبني قوي. هو أنت عرفت إزاي بالموضوع بتاعنا ده؟ ده سر جدا. هو إحنا اتكشفنا إزاي؟ أنت أكيد من الشرطة وعايزة تقبضي علينا، صح؟ بطلوا كلام بقى عشان اعرف اكمل كلامي. اسمعوني كويس. طيب اتفضلي، عايزة تقولي إيه؟ اول حاجه، انا كنت مديره المدرسه اللي انتوا فيها، بس ده من فتره قبل المدير الجديد ما يجي المدرسه. المهم يا رؤى، ودايما بتختاري احسن الحلول، وانا كنت ناويه اجمع ناس في الفريق بتاعي، اما يكبروا اعتمد عليهم يكملوا معايا. والحمد لله، لحسن حظي عملتوا الفريق ده. والمراقبين بتوعي كانوا مراقبين تحركاتكم كويس جدا وحكولي كل حاجه. يا دي المصيبة، هو احنا وقعنا في عصابة ولا ايه؟ هو انتوا ازاي بتراقبونا؟ ومهمات ايه اللي انتوا عايزين رؤى تعملها؟ هتفهموا كل حاجة، بس حاليا أول مهمة لازم تنفذوها، هو بعد كده هيبقى ليكوا حرية القرار تكملوا معايا أو لأ. بس أول مهمة دي إجباري لازم تنفذوها. وخدوا بالكم، أنا أعرف عناوينكم كويس، وكمان أعرف عيلتكم كويس أوي. مش عايزة بقى لعب كده أو كده، انتوا فاهمين؟ طيب ممكن واحدة واحدة علينا عشان نفهم ونستوعب انتي عايزة ايه؟ مع انك خطفانة، بس انا عجبني تفكيرك وموافقة. ايه رأيكم يا بنات؟ هنعمل ايه يعني يا رؤى؟ احنا معاكي. ايوه يا رؤى، احنا معاكي وموافقين. حلو قوي كده، اتفقنا. يلا بقى عشان اخدكم المقر بتاعي اشرح لكم فيه بالظبط هتعملوا ايه. بس معلش بقى، مضطرة اغمي عينيكم عشان ما تشوفوش هنروح فين. هو انتي هتخطفينا تاني؟ يعني هو هيفرق يا زينة المكان هنا او هناك واحد؟ احنا كده كده مخطوفين. انا هنادي للرجالة عشان يوصلوكم للعربية. هو ايه المكان اللي احنا فيه ده؟ ده زي مكان العصابات اللي بيطلع في التلفزيون. شاشة العرض الكبيرة دي هشرح لكم عليها كل حاجة. عايزاكم بقى تركزوا معايا كويس، هوريكم صورتين مهمين، وعايزة اقول لكم لازم تنفذوا المهمة وما تحاولوش تهربوا مني، لان ببساطة ممكن اذيكم وانا مش عايزة اذيكم. هي مهمة بسيطة، بس انتوا شطارتكم بقى. ما تقلقيش، احنا قدها. طيب كويس قوي، ركزوا معايا بقى. اول صورة دي نريمان هانم، ست غنية جدا ومجنونة بالاثار واللوحات والتماثيل. اما الصورة التانية دي فده بقى عصام باشا، برضه راجل غني جدا، وهما الاتنين بيتخانقوا على لوحة مهمة قوي. بس نريمان هانم معاها النسخة الأصلية، وطبعا عصام باشا هيتجنن على اللوحة دي، وقرر إن هو لو ما أخدش النسخة الأصلية هيعمل حرب أهلية في بروكهيفن، هو ممكن تبقى مشكلة كبيرة والمدينة كلها تبوظ، وطبعا احنا لازم نتصرف. كل ده عشان لوحة؟ ده ايه الملل والصعوبة دي؟ انا ازاي هجيب لوحة من بيت نريمان هانم دي؟ وبعدين الراجل ده تافه قوي، هيعمل كل المشكلة دي عشان لوحة؟ بقول لكم ايه، ماليش دعوة تافه ولا مش تافه، انتوا تتصرفوا وتجيبوا اللوحة دي ضروري. بقول لكم هتحصل مشكلة كبيرة، دي ممكن تقوم حرب كبيرة في بروكهيفن بسبب اللوحة دي. ايه رأيكم يا بنات؟
اللي هتعمليه يا رؤى هنعمل زيك. خلاص أنا موافقة، هننفذ المهمة دي. أما نشوف بقى إيه حكاية الراجل المجنون اللي عايز يعمل حرب عشان لوحة ده. على العموم هديكم مهلة 4 أيام تفكروا. 4 أيام؟ إحنا أصلا موافقين. خلاص، يبقى هتنتظروا مني ميعاد بداية المهمة. طيب ما إحنا دلوقتي هنرجع بيوتنا، ما إحنا ممكن نغير رأينا وما نوافقش نعمل المهمة دي. هو انتوا فاكريني مجنونة ولا ايه؟ زي ما جبتكم أول مرة هجيبكم تاني. ودلوقتي بقى قبل ما ترجعوا البيت هديكم أجهزة تواصل عشان نتكلم مع بعض. كمان أجهزة تواصل؟ ده الموضوع كبير بقى. ودلوقتي بقى معلش هنخبي عينيكم تاني عشان ما تعرفوش انتوا فين وهتخرجوا من هنا ازاي، وما تحاولوش تبلغوا الشرطة عشان مش هتوصلوا لحاجة، وأي بلاغ هتقدموه هيبقى بلاغ كاذب. يا ريت بقى تركزوا وتاخدوا بالكم كويس. عباس، غمي عينيهم ووصلهم. إيه ده بقى؟ هو إحنا مش هنروح المول؟ مول إيه بقى بعد اللي حصل ده؟ يلا اتفضلوا كلكم اركبوا. هنركب إزاي ما إحنا مش شايفين حاجة؟ ايوه صحيح، استنوا هركبكم. يلا انزلي يا رؤى. رؤى، ماما، انت لسه قاعده هنا بتتفرجي على التلفزيون؟ أيوة يا حبيبتي، قاعدة مستنياكي طبعا، اتأخرت ليه كده؟ ما انت عارفه بقى يا ماما، كنت قاعده مع صحباتي. طيب احكي لي بقى، عملتوا ايه؟ هو اتبسطتوا في الخروجة؟ اتبسطنا. مال شكلك يا حبيبتي، ما اتبسطتوش ولا ايه؟ هو في حاجة حصلت؟ لا لا ابدا يا ماما. طبعا اتبسطنا يا ماما، ده عشان الخروجه كانت حلوه قوي، هنكررها كل يوم. بجد؟ طيب كويس قوي. يعني مش هتبقي زهقانة ولا ملانة في الأجازة، وأنا كمان أحس بالهدوء. ايه ده يا ماما؟ قصدك ان انا بتكلم معاكي كتير وبصدقك ومش بعمل لك هدوء؟ هو انا عامله لك دوشه في البيت؟ ده انا حتى كبيره وعاقله. لا يا حبيبتي، ده أنا بهزر. انا هطلع بقى اوضتي يا ماما عشان ارتاح. وأنا كمان هطلع أنام، أنا كنت عايزة أنام من بدري ومستنياكي. ماشي يا ماما، تصبحي على خير. وأنتي من أهل الخير. دي الزعيمه بعتت الرساله، اما اكلم البنات. الو، ايوه يا زينه، صباح الخير. صباح الخير يا رؤى. بقول لك ايه، الزعيمه بعتت الرساله، شفتيها؟ ايوه شفتها. طيب خلاص هنتقابل في بيت اسراء عشان نتفق هنعمل ايه. خلاص ماشي، انا هكلم اسراء دلوقتي. يلا سلام. سلام. الو، ايوه يا اسراء، صباح الخير. صباح الخير يا رؤى. طبعا بتكلميني عشان شفت الرساله؟ ايوه طبعا، هاجي انا وزينه نعدي عليكي دلوقتي عشان نتفق بقى ونشوف هنعمل ايه. خلاص هستناكم، يلا باي. سلام يا اسراء. رؤى، صباح الخير، إيه اللي مصحيكي بدري كده؟ ابدا يا ماما، كنت هعمل نسكافيه وكنت عايزه اقول لحضرتك ان احنا هنروح لاسراء نقعد معاها بدري. اصل الجو الصبح بيبقى حلو قوي. غريبة بدري دي، بس مش مشكلة، النشاط حلو برضه. يلا بقى، أنا هروح الشغل عشان ما أتأخرش، وأنا سايبالك فلوس فوق، لو عايزة حاجة بقى بكلميني. ماشي يا ماما، شكرا. اما شوف بقى هنخلص المهمه الغريبه دي ازاي. اهلا يا بنات، تعالوا ادخلوا. اقعدوا، هو احنا هنقف نتكلم كده؟ احنا عايزين خطه بقى، ممكن تقولوا لي هنعمل ايه؟ ايوه يا ريت نخلص في اسرع وقت. احنا حطينا نفسنا في الموقف ده ليه بس؟ كنا المفروض نرفض. نرفض ازاي؟ هو يعني كان بمزاجنا؟ انا لسه مش فاهمه دماغ الست دي ايه. وبعدين الست دي بتقول ان اللوحه مهمه جدا، يعني الراجل ده ممكن يعمل حرب في المدينه بسببها. المهم بقى بقول لكم ايه، احنا دلوقتي ما نعرفش غير العنوان اللي الست دي بعتته لنا، وكمان اسم اللوحه بس. احنا الاول هنروح لواحد رسام يعمل لنا واحده زيها بالظبط، وبعد كده نروح نشوف البيت او الفيلا بتاعت الست دي اللي اسمها نريمان، نستكشف ايه هي وبتحب ايه. طيب يلا نمشي بقى دلوقتي عشان ما نضيعش وقت، يلا بينا. بقول لكم ايه، انا اعرف واحد رسام كويس هيرسم لنا اللوحه اللي احنا عايزينها، وكمان الراجل ده بيفهم في الحاجات الاثريه كويس، اكيد هيساعدنا 100%. يلا ناخد تاكسي بقى ونروح. ياه، ازيك يا رؤى يا بنتي؟ ما شفتكيش من زمان، اخبارك ايه؟ ازيك يا عم عبد الحميد؟ انا جيت انا وصاحباتي عايزين منك خدمه. اموريني يا حبيبتي، عايزه ايه؟ انا معايا لوحه هوريك صورتها على الموبايل، عايزاك تعمل لي زيها بالظبط
وتكون زي الأصلية، يعني مفيش حد يفرقهم عن بعض. طيب وريها لي كده. يا عم عبد الحميد اتفضل. يا رؤى، دي زهرة بنفسج الجبل، دي لوحة عظيمة جدا وتفاصيلها صعبة، بس ما تقلقيش، مفيش حاجة صعبة على عمك عبد الحميد. أنا هخليها كمان أحلى من الأصلية. بس قوليلي الأول يا رؤى، عايزاها ليه؟ ردي عليه بقى، هنقول له ايه؟ قصدي يا عم عبد الحميد، سمعت بابا واحدة صاحبتي بيتكلم عن اللوحة دي، وقلت ان انا هقدر اساعده، وطبعا مفيش رسام احسن منك يقوم بالمهمات الصعبة. ماشي يا رؤى يا بنتي، جيت لعمك عبد الحميد صاحب المهمات الصعبة. أنا هخلصها لك، تقدري ترجعي بعد أسبوعين تستلميها. اسبوعين؟ اسبوعين كتير قوي يا عم عبد الحميد. إيه ده؟ أنت كمان عايزة لوحة؟ ما هو اصل بابايا انا اللي عايز اللوحة دي ومحتاجها ضروري، اصل هو شغال مرشد سياحي، وده هيزود من السياح اللي بيجوا بروكهافن. باباك أنت اللي محتاج اللوحة. خلاص يا بنتي، هحاول أخلصها. يا ريت يا عم عبد الحميد. خلاص يا عم، هنعدي عليك كل يوم اشوفك بقى وصلت في اللوحة لحد فين، اصل احنا مستعجلين وعايزينها تخلص بسرعة قوي. ماشي يا رؤى، أنا هبتدي فيها من دلوقتي. ماشي، شكرا يا عم، سلام، يلا يا بنات. أما البنات لما بيشبطوا في حاجة بيبقوا عايزينها على طول. كده بقى احنا اتفقنا مع عمو عبد الحميد، يلا بينا بقى نروح نشوف الفيلا بتاعت نريمان هانم. على فكرة يا بنات، وانا ببحث بقى عن نريمان هانم دي، لقيت ان هي ست مشهورة وبتعمل حفلات للناس اللي بيحبوا الآثار واللوحات الأثرية، وبتعمل حفلات كتير للناس المهووسة زيها كده باللوحات الأثرية والتحف القديمة. حلوة قوي، ده احنا كده نقدر نتعرف عليها بسهولة. أيوة طبعا، لو عملت حفلة في الفترة دي ممكن نتعرف عليها وندخل الفيلا. طب يلا بينا بقى نروح على العنوان. تاكس. واو يا بنات، دي فيلا ضخمة جدا، دي باين عليها فعلا هانم بجد. ما هي لو مش هانم بجد هتحتفظ بلوحة زي دي بملايين؟ يا ترى بقى عصام باشا اللي هيعمل حرب في المدينة كلها عشان اللوحة عامل ازاي وبيته شكله ايه؟ مش هتفرق بقى، المهم ان احنا ننفذ المهمة بتاعتنا ونهرب من الست المجنونة اللي وقعنا معاها دي. ايه ده؟ جهاز الاتصال بيرن، استنوا بقى اما ارد واشوفها عايزة ايه. عباس هيعدي عليكم دلوقتي بالعربية، هيديكم حاجتين مهمين هيساعدوكم في المهمة، وطبعا هتسألوني هتعملوا بيهم ايه، بس انا عايزة اختبر ذكائكم. انا عارفة انه مش وقته الكلام ده، بس مش مهم، اسمعوا الكلام. يلا باي. هي ايه الست المجنونة دي؟ هنعمل ايه بالحاجات اللي هيديها لنا عباس؟ وبعدين هي عارفة مكاننا ان احنا هنا؟ اكيد طبعا، بتراقبنا. طيب تعالوا نستنى عباس بقى ونشوف هيدينا ايه. اتفضلوا، الزعيمة بعتلكم الكيس ده. ماشي يا عباس، هات الكيس. ايه ده يا بنات؟ الكيس فيه تمثال صغير ولبس شغالة. هي عايزة تشغلني خدامة ولا ايه؟ هي الزعيمة دي مجنونة؟ بقولك ايه يا حلوة انت وهي، معلش يعني اصل انا مش من هنا وكنت جاية على شغل. هو فين بيت نريمان هانم؟ قالوا لي ان هو قريب من هنا. يا بنت الايه يا زعيمة، انا كده فهمت، بس هي عرفت ازاي ان هي عايزة شغالة؟ هو انتوا مش عارفين بيت نريمان هانم ولا ايه؟ ها؟ بيت نريمان هانم؟ لا ده مش هنا، ده بعيد خالص في اخر المدينة. وبعدين ممكن تلاقيها مسافرة اليومين دول، مش موجودة، اصلها بتسافر كتير. يعني بعد المشوار ده كله هرجع تاني؟ ده انا كنت لابسه اللبس اهو جاهزه عشان ادخل على الشغل على طول. امال هم هبلوني، نريمان هانم عايزاكي بسرعه، نريمان هانم عايزاكي بسرعه. خلاص بقى، مسكينه الست دي صعبت عليا، دي جايه عشان تشتغل، واحنا هنعمل ايه يعني اما نخلص من مشكله الست المجنونه دي والراجل اللي عايز يقوم حرب في المدينه؟ طيب بقول لكم ايه، انا هروح اديها اي فلوس، جايز تكون محتاجه الفلوس ضروري. وانا كمان هديكي فلوس تديها لها. وانا كمان. انتي يا اسمك ايه يا طنط؟ اتفضلي الفلوس دي خليهم معاكي، تقدري تعملي بيهم اي حاجه لحد بقى اما نريمان هانم ترجع وتبقي تشتغلي معاها. هاتي يا حبيبتي، شكرا. كام دول؟ دول مش كتير بس مش مشكله، شكرا يا حبيبتي، اكمل بيهم المبلغ اللي كنت شايلاه عشان اشتري الايفون 16 برو ماكس. شكرا يا حلوه. ايفون 16 برو ماكس؟ ده احنا اللي طلعنا غلابه قوي. الاستاذه اللي كانت صعبانه علينا اخدت الفلوس عشان يا عيني مسكينه هتكمل بيها تمن الايفون 16 برو ماكس. بتضحكوا؟ ما عندكوا حق، دي حاجه تضحك. المهم بقى كفايه ضحك، خلونا نركز. انا هفهمكم بقى نعمل ايه بلبس الشغاله والتمثال.